عايز تخلص من الدهون اللي عندك؟ طب هفاجئك واقول لك ان انت اللي هتيجي تقول لي يا دكتور احقني دهون. زمان كانوا فاكرين الدهون مهمتها الوحيده انهم يحقنوا مكان عشان يملوه، ولكن لاحظوا ان الاماكن اللي اتحقنت بالدهون دي الملمس والشكل واللون اتغير واتحسن، وبقى لونه يبدأ يتجانس مع باقي الأنسجة اللي حواليه. وهو ده السر اللي خلاهم يبدأوا يبصوا نظرة أعمق للدهون من مجرد إنها دهون كبيرة ماكروفات. ابتدينا ندور على النانوفات ونعرف الخلايا الجذعية اللي طالعة من الدهون الذاتية، وابتدينا نبص عليها لقينا انها كمان عندها القدرة انها تطلع vascular stromal factors. عشان كده بتبني أوعية جديدة في المكان ده، فبدل ما يكون في ندبات خشنة لما حد بيتعور وبيلتئم، بنلاحظ ان في فترة في الأول يقعد فيها لما يلمس المكان اللي فيه الجرح بتاعه يلاقيه ناشف. لاحظنا ان مع حقن الدهون الذاتية الملمس ده بيتغير، لان في أوعية دموية وتجديد خلايا انت حطيتها في المكان ده عملت بطانة جددت الأماكن دي. ومش بس كده، عندها كمان جروس فاكتورز بتساعد على تجديد الأماكن دي. فعشان كده كجراح تجميل لما يسألوني النبات بتحط فيلرز ولا بتستخدم دهون، قولا واحدا دهون، لان انا مش بملى مكان بس، انا كمان بساعده على التجديد. والفكرة ان انا بوعدك بثلاث نتيجة يوم ما بنحقن، اللي هو الشعور بالامتلاء للاماكن المنخفضة والتسليك للندبات عشان تتجانس بدل ما هي ناشفة. النتيجة بعد اسبوعين لما بيبدأ الانفلاماتوري بروسيس تهل ويحصل الفايبروبلوريفريتيف وندخل في الريموديلنج، على مدار 3 شهور بتبدأ تشوف نتيجة. والحقنة التانية للتجديد انت اللي بتطلبها لما بتفهم يعني ايه حقن دهون ذاتية.